غنقدم لكم ملوي مسمن ومسمن مربع في نفس الوقت بعجينه وحده، عجينه اللي ناجحه بدون دلك ولا تعب ولا مجهود، عجينه اللي رائعه. هانتوما تلاحظوها في الصوره، عجينه دايزها الكلام ان شاء الله. وغنحضروا منها جوج ديال انواع ديال المسمن، الملوي والمسمن المربع. كيما تلاحظوا في الصوره نخدموا بها جوج ديال الاشكال، وبسيطه هاد العجينه وفي المتناول وبدون كما قلنا تعب ولا جهد، رائعه. وتيجي حتى المسمن ديالها خفيف ورائع وناجح. دابا ترحب بالمشتركين الجداد، مرحبا بكم والف مرحبا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا لي لايك، كثروا من التعاليق باش القناه ديالي يشوفوها بزاف ديال الناس ويستافدوا منها بزاف ديال الاخوات. صيفطوا على صحاباتكم وخواتاتكم والعائله. ودابا غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله اللي في هذه الوصفه الرائعه اللي تستاهلوها، هديه من عندي. غادي ناخذ هنا البانيو ولا الاناء فاش ما بغيتو. غنديروا فيه هنا جوج زلايف ديال دقيق الحلويات من الدقيق الممتاز، جوج ديال الزلايف مصين ما يكونوش كبارين بزاف، جوج ديال الزلايف وكاس واحد ديال السميد الناعم. اللي بغى يدير الفينو يديرو. انا تنستعمل هنايا استعملت السميده اللي تنصاوب بها الحرشه، السميده الرقيقه اللي تنصاوب بها الحرشه. اللي ما عندوش يدير الفينو من الاحسن ديروا السميده، تجي مزيانه احسن من الفينو. صافي، جوج زلايف فورس من دقيق الحلويات وواحد كاس عنبه ديال السميد الناعم. درت تما الملحه حسب الذوق كما نقولوا، وغنضيف معلقه ديال سكر حبيبات ما عمراش بزاف، حيت عندي العجينه قليله، اولا معلقه ديال العسل اللي كان بحال عندهم نفس الخدمه، بجوج بحال اللي استعملته مزيان. ناخذ هنا حيت دابا باقي سخون الحال شويه. هنايا عندنا درت الماء غير ديال الروبيني عادي جدا، من الروبيني هنايا الفوق هذا الدقيق. صافي غنعجنو غير غادي نلمها غير من ما يبقاش فيها نقولوا الدقيق. صافي ما غنعجن ما غندلك، انا هنا غير عجنتها غير لميتها، خلوطتها ولميتها وغنخليها بحال هكاك حرشه كما هنا قربت لكم في الصوره كما تشوفوا فيها، ما معجونه ما والو، هكاك غادي نخليها وغنغطيها. قد ما خليتوها قد ما مزيان. انا خليتها جوج ديال الساعات وراها جات رائعه. يمكن لكم تصاوبوها في الصباح وتخليوها حتى العشيه وتخدموا بها. هنا بعد ما خليتها ارتاحت هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش جات. سدوا عليها بالحق مزيان باش ما يدخلهاش الهواء، باش ما تديرش لكم القشره. هنا درت لي غير الماء باش ما تلصقش فيها العجينه. شفتوها راه بدات تطلق بوحدها، ولات بطلوقه راسها كما نقولوا دالكا راسها راسها. غنبقاو نديرو يدينا في الماء ونجرو دوك الجوانب ونديروهم في الوسط. ها انتم شفتوها بحال تنجبدهم، تنديو نجيبهم باش يطلعوا الفوق وتنديرهم في الوسط. غادي ندور بها تقريبا، زدت انا شي ديال الماء، غادي ندور بها تقريبا واحد جوج ديال الدورات. شفتوا درت بهذيك الدوره. ودابا هنا تنعاود ثاني، شفتوا لاحظوا تنهز من الجناب ونحط في الوسط. صافي ما تندلك ما والو، غير تنهز من الجنب وتنحط في الوسط. صافي كما تلاحظوا معايا هنايا. هنا زدتها المره الثالثه، هانتوما لاحظوا. صافي هكا. وشوفوا هي كما بقاتش في هذيك الحروشه اللي كانت، ولا ترطبه راسها بلاد ليك كما نقولوا بلاد ليك. راني ما كاينش لقطه اخرى اللي ما صورتهاش لكم. هادو هما اللقطات اللي كاينين اللي درت ليها، هانتوما تلاحظوهم معايا في الصوره. صافي درت هنا الزيت مزيان وغادي نجمعها بداك الزيت، نجمعها مزيان وغادي نخليها تاني تعاود ترتاح ليا. هنا لويتها هكا من الجناب باش تبقى ليا ملسه من الفوق، ونحطها هنا دابا في هذا الاناء ونخليها تاني ترتاح واحد الشويه على ما نوجد ليها باش غنخدمها. ولا عندكم شي موينه تغسلوهم ولا شي شقيه فيها شي 10 دقائق ولا سميتو ديروها، ولا ربع ساعه عاد عاودوا رجعوا ليهم. من الاحسن نتوما من الصباح ملي تنوضوا بلانيو بانكم بغيتو ديروا عشيه المسمن الكوتي اولا الملوي. صافي وعجنها وغطيت ما خليها، ولا ديرها في بلاستيك انتيا وخليها حتى الوقيته فاش تبغيها عاد جبديها، ولا ديروها في الليل. كنتو باغي ديروا في الصباح ديروها في الليل. هنا بعد ما خليتها ارتاحت شويه شفتوها كي طلقت الراسه. شوفوا العجينه كيفاش دايره،
شفتوها رطبة بوحدها. عجينة اللي تستحق المشاهدة، والمسمن والملوي يستحق انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. باقي بزاف ديال الاسرار ديالها غادي نعطيهم لكم هنا في الفيديو. هانتوما لاحظوا معايا العجينه كيفاش جات. تنوري لكم بديه، قلت لكم زعما ضروري وخاصه العمل يكون نقي، ضروري ما تدوزوا عليه واحد الحلفه فيها التيد ولا نقولوا مسحوق غسيل الاواني وشويه ديال الجافيل، ومسحوها مزيان مزيان مزيان، وفي الاخر نشفوها. شفتوا العجينه كيفاش دايره، باش ما يبقى لكم في هذاك سطح العمل حتى لا جراثيم لا والو. المهم حيت ما يمكنش تجيو ديريكت وتمي حاطه العجينه فوق البوطاجي ديالك ولا فوق سطح العمل ديريكت، لا. العجينه كما لاحظتوها راها جات رائعه ولات ملسه، وهي عاطيه الطوع راسها، ما تجبد معاك ما والو. ها نتوما غتشوفوها معايا ملي غنبدا نسرحها، ما غاديش تجبد معاك نهائيا، ما غاديش تبقى ترجع لك ماشي بحال ديك انت تقرصي فيها تسرحي فيها وهي راجعه معاك، هذه نهائيا لا. لحقاش ارتحت على خاطرها. شتو دابا غنديرها تقريبا هاد الكميه اللي درت راه خرجت لي 4، درت 2 ملويات ولكن كبارات مزيان و2 مسمنات مربعين. هنا غنقسم انا العجينه ديالي على 8 على 8 الكرات، باش كل جوجات غنديرهم في وحده. بالنسبه لكم الا بغيتو ديروا صغر من هذوك اللي درت، صغر من الملويات وصغر من المسمنات، غتخرج لكم 8 4 ملويات و4 مسمنات. ولكن انا هنا بغيتهم كبارين، درتهم كبارين حيت غير انا وليداتي في الدار، بلا ما نبقى واقفه في الكوزينه تنديروا شويه كبارين. الا كان بغا يكون عندي شي حد لا بغيت نصغرهم شويه. انا نفضل ملي نكون بوحدي ندير غير 3 كبارين كافيين في الدار ومشبعانين وموكليننا مثلا مسمنات كبارين، حسن ما نبقى ندير كل واحده صغيره تشدوا الوقت. صافي هنا غنبدا نسرح في العجينه بعد ما ساليتها كلها. كما قلت لكم درت 4 الكرات، ودابا غنبداو نزيدو فيهم تنسرحهم وتندير ليهم الزيت من الفوق مزيان مزيان مزيان. الزيت ديروا مزيان نيت باش ما تلصقش لكم وحده على وحده. وغادي نبدا نشد واحد شويه ديال الطحين، تقريبا واحد نص زلافه، وندير لي نص زلافه ديال دقيق الحلويات بوحدو دقيق الحلويات اللي درت، ونص خماره ديال الحلوه، نص خماره ديال الحلويات. وغادي نخلطها مزيان بالمعلقه مزيان حتى تندمج مع داك الدقيق ديال الحلويات. صافي وغادي نحطها ونبدا نخدم بها. نبقى نهز ونرش مزيان حتى هي كميه مهمه فوق هذوك الكرات. نتوما غتشوفوهم معايا في الصور. ها نتوما دابا شفتوا كميه مهمه، ها نتوما على هاد الطريقه باش ما تلصقش نهائيا. ها نتوما دابا تشوفوا غادي نسرحهم وغادي تجي وحده مفروقه على وحده. شتي انا غنعاود الاخرى ثاني باش تشوفوها. كلشي راه موضح عندكم في الصوره. صافي شفتوها دابا. صافي تنعاود نلوح عليها الثانيه ونحاول نديرهم قد ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره او وحده خارجه وحده داخله، لا. صافي دابا غنكمل الاخرينات بنفس الطريقه. الزيت كما قلنا كميه مهمه ديال الزيت، والدقيق تا هو كميه مهمه باش يجينا الملوي ديالنا ولا مسمن يجينا محلول ويجوا فيه طبقات اللي هما باينين وما يجيناش لصق على بعضياته، باش ملي نسرحوا هاد الكرات ما يتلصقوش لينا تولي لنا عجينه وحده. صافي هنا بعد ما كملت غنخدموا مباشره حقاش العجينه ديالي ارتحت واحد الوقت طويل اللي ولات هي مرخيه راسها، ما نحتاجش انا نخليها ترتاح. صافي انا غنبدا نطلق بوحده باش نوري لكم الطريقه اللي رائعه وتيجي بها المسمن، تيجي بها محلول وتيجي رائع من الداخل، تجي كل ورقه على اختها. وغادي نحاول الشكل اللي غنعطي لهاد الكره من الاحسن يكون شكل مربع. شفتوها راها طالقه راسها هاد العجينه مطلوقه. غادي نحاول نعطيها كما قلت لكم الشكل المربع. علاش هذا الشكل المربع؟ باش انا ملي غنتنيها من الجوانب غتولي ليا مستطيله باش تجيني انا طويله، بغيتها باش تجيني
طويله وتجي صالحه ليا لا الملوي ولا المسمن. نفس الطريقه راه غنستخدموها لا الملوي ولا المسمن المربع. حاولوا تديوها بنفس السمك، يكون سمك واحد وغير بالزيت، ما تحتاجوش الزبده نهائيا، بدون زبده. حين بعض المرات تبغي تصاوبي مسمن ولا ملوي تقولي ضروري من الزبده، لا ماشي ضروري. الزيت بعض المرات الزيت بوحدو قاضي الغرض، لان بعض المرات ما تكونش الزبده. صافي درت لها ثاني كميه مهمه ديال الزيت وزدتها ثاني هنايا من هذاك الدقيق اللي خلطت مع الخماره، حتى هو رشه مزيانه، ماشي بحال في الاول كثرنا شويه ناقصه على ديك الاولى اللي درنا. وغنبدا نتنيمها الجنب ونحط في الوسط، ونتنيمها الجنب ونحط في الوسط. ودابا كيما لاحظتوا ولات معايا مستطيله، ولاحظوا معايا مزيان. هنا بعد ما تنيتها ثاني دهنتها بالزيت مزيان ورشيتها ثاني بهذاك الطحين. هنايا رشه خفيفه شويه، ماشي بحال في الاول كاع. دابا بعد ما رشيتها غادي نجيب هذيك القطاعه ديال البيتزا، هي اللي غتساعدني وهي اللي غنخدم بها. غنحطها هنا في الوسط وغنقطع حتى نقرب للاخر، يبقى ليا غير واحد السنتيم واحد تقريبا وغنحبس. شفتوها انا قطعتها دابا منها من الوسط. وغنبدا ملي غنبغي ندير المسمن بحال هكا غنخليه شويه تنيه مربعه شويه، بحال نقولوا مربعه. ديك التنيه اللي غندير الاولى نديرها مربع باش يكفاني ويجيني هو هذاك في اللويات اللي تندير، تجي اللويه على اختها. ها انتم تنظن الطريقه راها موضحه في الفيديو. هاد الاولى اللي درتها غير مسمنه مربعه. باقي غنشارك معكم تاني المسمن الملوي. شفتوا تجي العجينه رائعه رائعه كما قلت لكم، وزوينه ومورقه. صافي غنبدا نصاوب ونحط قدامي. انا درت دابا هادو بجوجات ساليتهم كما هذه اللي شفتوها، اللي ما فهمتهاش مزيان تعاود ترجع الفيديو شويه اللور باش تبان ليها مزيان. هنا دابا غنعاود نخدم هذاك الملوي ديالي، حتى هو غنسرح بنفس الطريقه تقريبا بنفس الطريقه، تكون مربعه وتكون متساويه من الجوانب. نحاولوا نديروا لها سمك واحد. هانتم لاحظوا معايا واخا سرحناها شتي العجينه كيفاش تحل. هنا غتعرفي بان الطريقه راها ناجحه. هذا في الاول ملي كنا درنا قريصه فوق قريصه، هذوك الكورات تما دفعوا ليها الزيت ودفعوا ليها الطحين مزيان باش ما تلصق لكمش وحده على وحده ملي تكونوا تسرحوا فيهم بحال. دابا راه مورقين هذوك طريقه بحال درنا وحده فوق وحده. صافي غندهن ثاني هنا بالزيت مزيان ونرش بشويه ديال الطحين، وتندوز يدي من الفوق على هذاك الطحين باش ينسجم ليا مع داك الزيت باش دهنت المسمن، باش دهنت العجين. وغنبدا نجيب هنا داك نهز المسمنه من الجناب ونحط الحافه ديالها في الوسط بحال هكا. نحط الحافه دائما في الوسط، واخا ماشي في الوسط 100%، ولكن حاولوا تجيبوه في الوسط. ولكن لا ما جاش في الوسط ماشي مشكل، الا كان بعيد واحد شويه ماشي مشكل، حنا هنا ماشي تنعبروا بالمسطره. صافي وغندهن ثاني بالزيت مزيان ونرش شويه ديال الطحين. صافي وغنجيب ثاني القطعه ديال البيتزا وغنحاول ثاني نقسمهم من الوسط حتى يبقى ليا الفوق غير شي سنتيم 6 سنتيم تقريبا. صافي غنبدا نتني ندير ثنيه صغيره هاد المره على داك اللي درت تاع الملوي ديال المسمن، حيت هذا غير الملوي نتنيه ديريكت عشوائيا ونبدا غاديه نلوي فيه. صافي غنشد دوك الجوانب ديال الاخر وغنخشيهم من الوسط صافي ونبرك عليه على هذا الشكل، وها هي ملويه. صافي غندير الثانيه حتى هي بحالها نفس الشكل. صافي هنا بعد ما كملتهم كلهم درت المقله ديالي تتسخن ورشيتها بالزيت. صافي غنبدا نقرص هاد المسمنه الاولى باش نديرها في المقله.
تحاولوا ملي تقرصوه مزيان ما ترققوش بزاف تاني باش ما يجيش رقيق بزاف، ما يبقاش يبانوا دوك الطبقات، شويه مصط. حيت الا رققنا بزاف تيجي تاني مسمن ولا الملوي تيجي كارم وما تيتحلكمش من الوسط مزيان. ونقرصو يكون متساوي نفس السمك. صافي وغنديرها في المقله اللي رشيتها بالزيت وكنت دايرها تسخن، ومباشره غير تشد راسها، ما نتفوتش على هذيك الساعه نيت، غير تشد راسها من التحت باش نقدر انني نهزها. صافي ونهزها ونقلبها مباشره، ما نخليهاش تبدا تنفخ ليا عاد نقولوا طيب من التحت عاد نبدا نقلب فيها. لا الملوي والمسمن تيبغي ديما تبقاي تقلبي فيه من هاد الجي لهاد الجي وتدوريه باش ياخذ نفس اللون ويجي عندو الوجه بحال هاد الوجه بحال هاد الوجه. صافي هنا غادي نستمر نبقى نقلب فيها وندور فيها كما قلت لكم حتى تحمر ونحس بها طابت وتحمرت اللون اللي عجبني انا، وغادي نحيدها. هنا تنوريكم في هاد الشبكه ولا هاد سميتو اللي شريتها من بين، في حق صدقات زوينه والانوكس ديالها زوين وما تيصداش نهائيا. تنغسلها ديما ما تتصدي ما والو، رائعه وزوينه وصحيحه وتتليق للديسير. ديروا فيها الديسير، ديروا فيها بحال هكا الخبز الا بغيتو تحطوه بحال هكا في الغداء ولا في العشاء مع الطاجين، ديروا فيها الخبز. وزعما زوينه النيت، عجبتني رائعه وعمليه بزاف زوينه. وداك الانوكس ديالها زوين وراه ثقيله غليظه النيت مزيان، ماشي تطرطر، ثقيله ما تتعوج ما والو. صافي هنا تنقرص في هاد الملويه. وريت لكم دابا قبل من هذه المسمنه، دابا نوريكم الملويه حتى هي. تنبدا نقرص فيها حتى هي مزيان، ولكن ما نرققهاش لذاك الرق باش تجيني انا قاصحه ولا تجي صامته. هذه هي الاولى اللي درت المسمنه، ها انا حيدتها بعد ما طابت. وغادي ندير في بلاصتها هاد الملويه. صافي تنتمغها هاديه بحال هاد الشكل. ودائما تنرش المقله مزيان قبل ما نبدا نطيب الاخرى، دائما نرشها عاد نرمي اللي موراها. صافي دابا ديال الملويات غندير الطيب حتى هي كما قلت لكم، نحس بها نبقى حداها، غير نحس بها شدات راسها ونقلبها مباشره ونبقى ندور فيها باش تجيني لون واحد ويجيني كما قلنا هاد الوجه. هاد الوجه راه هذا هو السر ديالو. وضروري غير تحيدوا هذا الملوي ولا المسمن، غير تحيدوه من فوق البوطه، فوق المقله ولا الخباز كما تنقولوا، ونخبطوا نيشان نخبطها ما حدها سخونه. الا بقات تبردت ما تبغيش تحل مزيان، تتحل ولكن ماشي مزيان، خاصها تخبط ملي تكون باقا سخونه. شفتوا كيفاش تيجي؟ راه تيجي قلت لكم رائع ومورق وزوين، ما تقنعوش منه، تيجي ناجح. تبعوا غير هاد الخطوات اللي عطيتكم كلهم وان شاء الله غيجيكم بحال هذا نيشان. شفتوا كيفاش تيجي؟ دائما خبطوا وهو سخون، ما تخليوش حتى يبرد. هذه حتى هي تنقلب فيها حتى تشد ليا حتى هي اللون اللي بغيت ونحس بها طابت مزيان، وغادي نحيدها. راه حتى حاجه ما صعيبه، راه كل شيء سهل، غير كل حاجه تبغي الخطوات ديالها تمشي معاهم خطوه بخطوه حتى تعلمي لها وتولي فيها. قد ما درتي الحاجه بزاف قد ما تتعلمي ليها مزيان، وقد ما تكتشفي فيها شي سر هو اللي يخلي ديك الحاجه انها باش تجيك زوينه وناجحه. ولكن نتوما في هاد الفيديوهات ديالي تشوفوا تنعطيكم هذوك الاسرار اللي اكتشفتهم انا ولا اللي شفتهم عند الناس وجربتهم ونيت فعالين وناجحين، هما اللي تنحاول نشاركهم معكم هنايا في الفيديوهات ديالي. راه هاد الوصفات اللي نحط لكم راه مجربين وناجحين 100%. راه ما غاديش نشارك معكم شي حاجه اللي ما زويناش او لا شي حاجه اللي ما غاديش تصدق، راه ما غاديش نشاركها معكم. غير كونوا هانين من هاد الناحيه، غير جربوا الوصفات بعينكم غمضين، ولكن تبعوا الخطوات راه مهمين بزاف. شفتوا هادي تحل كله تيجي رائع وتيجي زوين. صافي كملتهم دابا هنا كاملين. تنشكركم بزاف اللي وصلتوا حتى لهنا، وتنرحب بالمشتركين جداد، مرحبا بكم، الف مرحبا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهاد القناه راه غادي تزيد قدام غير من الدعم اللي تدعموني والاشتراكات جدادين
والتفاعل ديالكم. خليو التعاليق باش القناة تزيد لقدام، باش ان شاء الله نزيد نعطيكم المزيد اي حاجة جديدة ولا اي حاجة اللي تقدر تعاونكم في الحياة اليومية وتسهل عليكم الحياة، ان شاء الله نحاول نقدمها لكم في هذه الفيديوهات ديالي، ونقدمها لكم بالطريقة ديالي، طريقة اللي بسيطة مبسطة، بدون تعقيدات ولا بروتوكولات ولا حتى حاجه عاديه ديالنا حنا كلنا كمغاربه، اللي تقدري انت ديريها في الدار. ماشي تشوفي واحد الحاجه عندي مثلا هنايا في اليوتيوب، واحد الفيديو اللي يجيك تيبان لك هو راه ساهل، ولكن ملي تجي تبغي تطبقيه انت في الدار ديالك يجيك واعر. لا، نقدموا لكم بحال تديروه نتوما في الدار، اللي لايق لينا حنا بالاخص كمغاربه، لايق لينا في البيوت ديالنا. يجيكم بسيط. راه كاين شي حوايج ولا شي تنظيم ولا شي تخربيقات تشوفيها انت في شي فيديوهات، ولكن ملي تجي انت تشوفي الدار ديالك وتبغي تطبقيها فيها ما تتبغيش تجيك، تتقولي يا شوف هما هذوك كيفاش دايرين وانا علاش ما جاتنيش ديك الحاجه. خصنا نحاولوا نديروا الحاجه على حسب المعيشه ديالنا، على حسب البلاد فين تنعيشوا حنا كيفاش عايشين، وزعما بحسب المتطلبات ديالنا. ماشي حنا غير اللي شفناها عند شي حد نديروها، لا، نديروا الحاجه اللي تسلكنا وتجينا عمليه في الحياه ديالنا. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، تنقول لكم السلام عليكم.